السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه رأيكم في صينية الجلاش الجميلة دي؟ صينية جلاش كده ما خدتش منا وقت ولا اي تعب. في ربع ساعة خلصنا صينية الجلاش. وكمان حاجة كده فرحنا بيها ولادنا في الجو الساقع ده. احنا برضو في شهر طوبة. كل سنة وانتم طيبين. وزي العسل زي ما انتم شايفين طالعة زي الفل والجمال. ويا رب تعجبكم. ايه رأيكم في شكلها وجمالها وحلاوتها؟ والله خلصت في ساعتها. آه زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله. صينية جلاش كبيرة اهي. هي لفة جلاش. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ سقيناها بالعسل كده قدامكم. احلى من محلات والله. والطعم بقى مش هقول لكم حكاية. ما شاء الله ما شاء الله، يا رب تعجبكم ان شاء الله. انا مقطعاها. نغرف بقى كده طبق. وايه وان شاء الله نخش بقى على الطريقة على طول. بمكونات سهلة وبسيطة قوي، وهتعجبكم وهتعملوها في ايه؟ في 10 دقايق. بالكتير بالكتير ربع ساعة. يا رب تعجبكم ان شاء الله. حاجة حلوة كده لولادنا وسهلة وخفيفة أوي. الجلاش بيبقى خفيف وجميل. ممكن تعمليه بالكاستر وممكن تعمليه بالكريمة وممكن تعمليه سادة. أنا عاملاه سادة بس تحفة. والله العظيم جميل جميل جميل. مش محتاج حاجة. ممكن تعمليه رول وممكن تعمليه مكعبات كده أو مثلثات. بيبقى حلو أوي. وفي الجو الساقع ده هيعجبكم جدا جدا. وجنبيه بقى كوباية شاي بلبن كده جنبيه. كوباية حاجة ساقعة أي حاجة. وكمان ولادنا كمان في امتحانات، ربنا معاهم وينجحهم ويخليهم ويحفظهم يا رب ويبارك لنا فيهم. احنا دلوقتي هنخش على المكونات على طول. معانا لفة جلاش. الجلاش ده جميل جدا جدا. حلوة قوي قوي. ولفة الجلاش مش غالية، ده ب 12 جنيه. وعملت حاجة حلوة في البيت بدل ما اطلع بره في السقعة دي واروح اجيب جلاش من بره او الكلام ده. لا، حاجة من ايدي انا. يا رب تعجبكم. وبمعلقتين 3 معالق بالكتير سمنة. وما خدتش مني حاجة. دلوقتي معانا صينية ومعانا لفة الجلاش. ودهنت بس الصينية كده بمعلقة واحدة كده زبدة أو سمنة اللي موجود عندك كله واعملي بيه. مفيش حاجة هتوقفك يعني. إذا سمنة زبدة زيت كله كله هيطلع طعمه حلو. وبألف هنا وشفا يعني. معايا بقى لفة الجلاش كده. هو الجلاش عجبني جدا بصراحة، مش متكسر ولا حاجة وطري. وهو بقاله تقريبا 3 أيام عندي في التلاجة. مجرالوش حاجة. فباخد كل 3 ورقات كده. ناخد 3 ورقات جلاش. وأرصهم عادي خالص، رصة عادية ما فيهاش أي افتكاسات ولا أي حاجة يعني. أي بنت لسه عايزة تتعلم صينية الجلاش باللحمة المفرومة زيها برضو كده زي الجلاش اللي هو ايه الحلو. يعني ما فيش يعني خطوات صعبة ولا حاجة. ان شاء الله نعمله مع بعض كده مرة رول. واعمله لكم بالكريمة او بالمهلبية اللي احنا بنسميها الكريمة في البيت. و... ونحشيها صوابع. يا نهار ابيض على الجمال. حاجة وهم بقى مش هقول لكم على الجمال. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كده خدنا 3 ورقات وبحط معلقة السمنة. هو مش هياخد يعني سمنة كتير. ده ب3 معالق عملنا صينية جلاش جميلة جميلة. وحلوة قوي في رمضان، خفيفة. تعمليها مثلا مستعجلة ولا حاجة، جالك ضيف على غفلة وهو قاعد كده، هتخشي المطبخ هتعمليها بأسهل طريقة وأبسط إمكانيات عندك. ما عملناش حاجة يعني. السمنة موجودة اهي عندنا في كل بيت. حتى لو ما فيش سمنة، لو عملتيها والله بزيت سيلة هيبقى زي العسل وهتبقى تحفة من ايدك.
من ايدك كده لولادك هتبقى احلى صينية جلاش. يا رب تعجبكم يا رب. وانا كده خلاص، احنا بنحط كل 3 ورقات بحط معلقة سمنة واحدة. زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. ممكن تولعي من فوق تاخد الوش الاول، وبعدين ترجع. بس عينك عليها لان الجلاش سهل انه بيتحرق. آه، تولعي الشواية بس كده 10 دقايق أو 5 دقايق، وتحت برضو نفس القصة 10 دقايق على الفرن من تحت يعني. وما شاء الله بتطلع زي العسل. جميلة جميلة بصراحة. يعني أحلى حاجة والله، الحاجة اللي بنعملها بإيدينا في البيت تحفة. تعملي صينية جلاش، صينية كنافة. اعملي لهم شوية رز بلبن وهم بيذاكروا كده. انت عارفة الامتحانات والمذاكرة بتخلي الطفل او الشاب يعني بيبقى عايز حاجة تسليه كده وهو قاعد. اي حاجة يعني جنب الفاكهة بقى، لو في فاكهة بتحطي. بس الحلويات دي بقى عشان الطاقة بتاعت الاطفال. حلوة قوي 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 والله، عجبتنا كلنا. وسهلة خالص، ما عملتش فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين صينية جلاش كلها اتعملت ب3 معالق سمنة. يعني بصي، مفيش اوفر من كده ومفيش احلى من كده. ولا ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله. وبألف هنا وشفا، وربنا ينجح ولادنا. انا عملتها لهشام ابني عشان هو بيمتحن. ربنا يفرح أولادكم كده، تفرحوا بأولادكم بشهاداتهم كده ويخشوا الجامعة. هشام ربنا معاه يا رب. بيمتحن في كلية تجارة آخر سنة. ربنا معاه ويحفظه ويخليهولي يا رب ويهديه عليا يا رب. تمام كده. ايه رأيكم؟ هنجيب بقى السكينة بتاعتنا. هقطعها كده مربعات. عايزة تقطعيها مثلثات كده بتبقى جميلة برضو صغيرة. بس أنا حبيت أقطعها مكعبات مربعات كده، عشان كل واحد ياخد له حتتين كده، إيه، ملو العين كده في الطبق كده، يبقى إيه، خد وجبته كده ومية مية. وقعدنا في السهرة وهو بقى إيه، حطيت له طبق عشان إيه يقعد يذاكر شوية. ربنا معاهم يا رب. ربنا معاهم ويفرحنا بيهم يا رب، يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب. ايه رأيكم؟ بصوا والله والله طلعت زي العسل. سبحان الله. يعني بصي، ممكن تبقى حاجة قليلة خالص بتعمليها، بس بتعمليها كده يعني ايه بحب وسهلة. يعني ما فيهاش اي حاجة، ولا فيها مكسرات ولا فيها حاجة. بس والله طالعة زي العسل، مش محتاجة أي حاجة. لو عندك كريمة ممكن تحطي بعد ما بتطلع من الفرن. ممكن تحطي بعد ما تحطي الشربات يعني، حطي حتة كريمة كده على الوش. لكن بصراحة هم حبوها سادة، ما بيحبوش الكريمة. بس أنا قلت لهم إن شاء الله هعمل لكم كنافة بقى بالكريمة تعجبكم. بصوا زي العسل. يا رب تعجبكم. وانا هدخلها الفرن. زي ما قلت لكم مش هتاخد ربع ساعة في الفرن. درجة حرارة برضو 180 160 عادي خالص. الجلاش مش محتاج درجة حرارة عالية قوي يعني، الجلاش الحلو. تمام. هندخلها الفرن وبألف هنا وشفا.